قال لك الجديد حبه والقديم ما تفرط فيه. اليوم رجعت لكم بوصفه كلاسيكيه قديمه بنينه اي سورتو اقتصاديه. هاد الوصفه كبرت عليها، كي نديرها كل خطره نشوف فيها طفولتي وصغري، وخليتها كيما راهي، ما زدت لها لا لمسه عصريه ولا حاجه بريستيج لا والو، خليتها على شكلها القديم، مي زدت لها واحد المكون اهم. لا قعدوا معايا حتى الاخر باش تشوفوا الاضافه اللي زدتها. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je tiens d'abord à m'excuser pour mon absence ces derniers jours. Je n'étais pas en forme. J'étais un petit peu malade, mais ça va beaucoup mieux. Alhamdoulilah. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser un petit like pour me soutenir. Alors, on va commencer tout de suite. Un saladier. جبت 250 غرام تاع زبده طريه. انا استعملت زبده فلوريال. هنايا كل واحد والبلان تاعو، هنا سا ديبون لو بلا على حسب لي ديمونسيون ديري المقادير. استعملت هنا الكاس تاع 220 مليلتر ودرت 150 غرام تاع سكر. هي نورمالمون ديري 200 غرام، بصح انا بغيت نقص شويه من الحلاوه، درت 150 غرام نتاع سكر، يعني كاس الا ربع نتاع 220 مليلتر. وجبت مبشور تاع 2 حبات ليمون. وهنا بديت نفرق الصفار من البياض، درت 3 صفار بيض وحبه بيض كامله 3 جون دوف اي ان اوف اونتيي. نعاود لكم 250 غرام زبده طريه، 150 غرام سكر عادي، و3 صفار بيض وحبه بيض كامله وملعقه صغيره مملوءه نتاع لافاني. وهنا جبت الدراب الكهربائي وبديت نضرب في الخليط مليح مليح باش يذوب داك السكر ويتمازج مع المكونات. هذه ليطاب الي تري امبورطونط، لازم السكر يذوب. بصح انت الا ما عندكش الدراب الكهربائي خدميها بيديك مليح مليح باش السكر يذوب غايه وما يبقاش هكذاك حرش. فوالا راني نخلط مليح حتى يولي لي الخليط كيما الكريمه، كيما كريمه الزبده. صحيح هنا غادي نبداو نضيفو في الفارينه. هنا جبت الكاس الاول والكاس الثاني توجو بالكاس تاع 220 مليلتر، يعني نوزن لكم بالكاس باش اللي ما عندهاش الميزان تستعمل الكاس. وزدت الكاس الثالث، وهنا زدت الخميره الكيميائيه. نورمالمون كنت نزيدها في الاول بصح والله لا نسيتها مزيان شفتها اضفتها مع الكاس الثالث، معليش سي با غراف. وراني نطم في العجينه، نزيدوا الفارينه غير بشويه باسكو هذه النوعيه نتاع لاباط هذه لو كانت تفوتي لها في الفارينه غادي تولي تتفتت وتطلق الزيت. المهم اني زدت الكاس الرابع وراني نطم فيها غير بشويه. شوفوا مازال ما نطمتليش العجينه. هنا كنت معمره الكاس الخامس وراني نزيد فيه غير بشويه. شوفوا راني غير بصباعي نحي من الفارينه ونزيد في العجينه باش ما نفوتش الكميه نتاع الطحين في العجينه. صاي نورمالمون هاي لا نطمت لي وما راهيش يابسه، مازالها شويه تلصق في اليد. ودوك نوري لكم شحال بقالي من الكاس الخامس. شوفوا شوفوا بقالي تقريبا ربع الكاس من الكاس الخامس. ثم استعملت 4 كيسان معمرين والخامس نحيت منه ربع. هاي العجينه، وهاد العجينه ما ترتاح ما والو. هنا جبت البلا نتاعي هذا، شوفوا، وجبت بابي سولفوريزي باش يسهل عليا العمل. وجبت كيس بلاستيكي باش نحل العجينه بكل سهوله ما تقعدش تغبن فيا. وهذاك البابي سولفوريزي راني معبراته نيشان على حساب لو بلا اللي عندي باش تجيني الخدمه نقيه وسهله.
شوفوا داك المبشور الليمون كيفاش راه موزع في العجينه، وواحد الريحه ما نحكي لكمش، راه يتعبق المطبخ نتاع الليمون. صايي هنايا راني سويت العجينه نتاعي، وغادي تشوفوا غادي نرفدها بكل سهوله، نحطها في لو بلا. نسيت ما قلت لكمش المقاس نتاع البلا نتاعي. هذا البلا ما نخبيش عليكم قديم هذا، قلت لكم ملي كنت صغيره في دارنا. المهم غادي نقول لكم المقاس نتاعه هو 38 سنتيمتر على 33. مانيش عارفه هذا لي بلا لا بقاو، المهم 38 على 33. احنا رانا مجربينه. هذا البلا يرفد لنا 250 غرام تاع زبده. المهم هاودا صاي راني حطيت العجينه تاعي بكل سهوله، وعاود حطيت عليها داك القطعه تاع البلاستيك باش نسوي، باش نحي هذوك لي تراس تاع صباعي. وجبت هنا الفرشيطه وراني نثقب في العجينه باش ما تنتفخليش. وهنا نفوتوا للطبقه الثانيه اللي هي المربى المشمش. مربى المشمش حطيت كامل العلبه وراني نسوي فيها كما راكم تشوفوا. ودروك غادي نفوتوا الطبقه الثالثه اللي هي لا مورينغ. هنا غادي تكتشفوا الاضافه اللي زدتها. الوغ هنا جبت هذاك بياض البيض اللي قلعته من البيض قبيلات من الصفار، عندي 3 بلون دوف وقرصه الملح، وراني نطلع فيهم في الاول كي الثلج. من بعد نجيب كاس نتاع السكر ناقص 2 دوا، كاس نتاع السكر ناقص 2 دوا، قولوا واحد 250 غرام، وراني نرمي فيه غير بشويه ونطلع بالباتور. بكري حنايا كنا نديرو كيما نقلعوا داك صافي، نديرو 4 اوف، نقلعوا صفار البيض وهذاك بياض البيض نطلعوا به لا مورينغ. ما نكذبش عليكم كانت تجينا طالعه بزاف، وكي تبرد كي نجو نقطعوها تقعد تتفتت وتجي يابسه ما تجيش شابه. انا حبيت نقص من بياض البيض. وهنايا باش نقلع هذيك الزفاره تاع بياض البيض زدت 2 ملاعق، هذه اضافه ثانيه من عندي، زدت 2 ملاعق نتاع لو جو دو سيترون. والاضافه والسر اللي عطاني نتيجه روعه هي اضافه 2 ملعقتين من نشاء الذره في لا مورينغ. هذه حصريه من قناتي. 2 ملاعق نتاع مايزينا زدتهم في بياض البيض. شوفوا لو كان حتى ما تنجح لكمش لا مورينغ كي تكونوا تطلعوا فيها شي دي فوا تجيكم جاريه، بصح كي تزيدوا هذه الاضافه شوفوا كيفاش القوام غادي يرجع. 2 ملاعق نتاع مايزينا. شوفوا، وماشي غير زعما في القوام تاع لا مورينغ، ميم في كي تطيبوها ما تجيش خضره من الداخل. المهم هنا زدت كاوكاو افيلي محمص، زدت واحد المقدار قليل، وهنا غادي نوزعها في الصينيه غير بشويه. هنا زعما هاد لي طاب في الصغر كانت شويه تقلقني، نسقمها منا تطلع لي من الجهه الاخرى، نعاود نسقها من الجهه الاخرى تعاود تقلقني من جهه واحده اخرى. المهم ذكريات الطفوله. هنا راني نوزع فيها. شوف مالغري راها تتخلط شويه مع المربى، هذيك غادي تعطيني واحد اللون في الطياب دوك تشوفوا روعه. كما قلت لكم انا نقصت من بياض البيض وزدت هذيك الاضافه تاع المايزينا، غادي تجيني مقرمشه وطايبه من الداخل، ما تجيش خضره. خاطش كي تكون عاليه بزاف ما غاديش طيب من الداخل، وكي تجي تقطعيها تقعد هكذا تلعب لك، والله لا تستبنوا هذيك ريحه البيض. وانا نزين في وجه لا مورينغ، الفور تاعي راه مسخن على 170 درجه. وهنا ثاني واحد الحاجه مهمه، لا بلوبار نتاع اللي كانوا يطيبوها هذه بكري كانوا يطيبوها قبل يطيبوا لو صابلي مع لا كونفيتور، من بعد يحطوا لا مورينغ. احنا لا، احنا نبغوا لا مورينغ طايبه. انا نطيبهم في رحبه كي الكاطو كي لا مورينغ. نعاودوني نقول لكم بلي الفرن كان مسخن على 170 درجه، ومده الطهي نتاعها 35 دقيقه بالضبط، من 30 حتى ل 35 دقيقه بالضبط. وبيان سور ما يخفاش عليكم كل واحد والفور تاعو. كيما انا الفرن تاعي نقعد ندور في لو بلا، كل 10 دقائق ندور في البلا باش تتوزع الحراره وتطيب كامل، يعني من الحواشي من الوسط
ما يقعدش شي طايب وشي، خاطر حنا ما نقدوش في هذه، ما نقدوش نراقبوا الطهي. بصح باينه كي نشوف الحواشي حمار وبدات لا مورينغ تحمر صاي نحس بها باللي طابت، ونقلبها بالسكين هكا في القنوطه. انا خدات لي بالضبط 35 دقيقه، ونصيحه لازم تبرد مليح عاد باش تقطعوها. وها هو الشكل النهائي نتاع الحلوى نتاعنا تاع اليوم. الطبقات واضحه، الصابلي المربى والمورينغ اللي جات خفيفه ومقرفشه من الفوق وماشي خضره من الداخل. مزيج نكهه الليمون مع الكاكاو والإفيلي عطاها طعم رائع ويجيب لك ذكريات الطفوله والبساطه. صدقوني جات ما شاء الله، وجات في المنظر نتاعها جات راقيه، تقدي حتى تحمري بها وجهك. Si cette recette vous a plu, laissez-moi un like, un petit encouragement et n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle recette, Inch'Allah.